السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. عارف يعني إيه ربنا يدخل قلبك؟ يعني ما يبقاش مجرد فكرة في دماغك ولا اسم على لسانك، لكن ساكن جوه قلبك. فالله جوه قلبك الحارسة الكانسة. لما ربنا يدخل قلبك هيبقى هو الحارس وهو الكانس لقلبك، يحرس قلبك من الرياء، من حب الظهور، من انك تعمل الحاجة عشان حد يشوفك او يمدحك او يقدرك، ويكنس النية من الشوائب، من انا ومن قالوا ومن شافوا. الاخلاص مش انك تعمل اعمال كبيرة، الاخلاص انك تعمل العمل العادي بس يكون لله وبنوايا كتير، نوايا خالصة لله عز وجل. عمل واحد صالح بنوايا متعددة، إنك تبر أهلك مثلا مش عشان الناس أو أهلك يقولوا بنت أو ولد أو شاب كويس أو كويسة، لكن عشان ربنا قال وبالوالدين إحسانا. ساعتها البر ده عبادة، حتى لو مفيش حد شايف، حتى لو محدش قال شكرا، حتى لو محدش قدر. إنك ترحمي أولادك أو زوجك أو زوجتك أولادك وتحتويهم وتصبر عليهم مش ضعف، ده أمانة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل لحظة صبر، كل حضن، كل كلمة طيبة لو اتعملت لله هتبقى عبادة وهتبقى في ميزان حسناتك. متخيل ده؟ وقد ايه ربنا وقتها هيزرع البركة في البيوت لو اتعملنا بصدق لله عز وجل، وبحب وبنية خالصة لوجه الله، ابتغاء ما عنده وابتغاء مرضاته. ساعتها ربنا هينزل الحب والسكينة في القلوب. الإخلاص مش سهل والنية بتتلخبط، بس الفرق الحقيقي إنك لما تحس إن قلبك مال ترجع تقول: يا رب اجعل جميع أعمالي وأقوالي وأفعالي خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها مني يا أرحم الراحمين. يا رب احفظ قلوبنا من النفاق والرياء، واجعل جميع ما نفعله ونقوله ونعمله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا مش بيطلب منك الكمال، ربنا بيطلب الصدق. عارف أخطر حاجة إيه؟ إنك تعمل عمل حلو قوي وتتعب عليه جدا وبعد كده يضيع، مش لأن العمل وحش، لكن لأن القلب كان مشغول بغير ربنا، فتعبت جدا وفي الآخر ما أخدتش أجر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب لو صلح كل حاجة هتصلح، ولو القلب فسد حتى أحسن الأعمال بتتشوه. فالقلب هو سلطان الجوارح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإخلاص راحة مش ضغط، راحة لأنك مش مستني تصفيق، مش مستني اعتراف، مش مستني تقدير. انت عامله كله كده عشان وجه ربنا سبحانه وتعالى، وربنا شايف وعارف، وكفاية قوي ان ربنا يشوف ده. التقدير حلو وعظيم وربنا حث عليه سبحانه وتعالى، بس يكفي ان ربنا مطلع وعارف وشاهد ان نيتك كانت ازاي. لو ربنا ساكن جوه قلبك مش هيخليك تضيع، ولا تعبك يروح هدر، ولا عملك يطلع على الفاضي. ربنا بيحرس وربنا بيبارك وربنا بيضاعف حتى القليل. فقبل ما تعمل أي عمل اسأل قلبك واسأل نفسك: أنا بعمل ده لمين وليه؟ ولو الإجابة لخبطتك أو بقت متعددة أو اتشوهت نعدلها تاني بسرعة ونقول: اللهم اجعله خالصة لوجهك الكريم وتقبل مني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك يا أرحم الراحمين، واجعل جميع أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم، وامنن علينا بفضلك وإحسانك وكرمك وجودك، واجعل قلوبنا قلوب سليمة تقية نقية خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والعبادة يا أرحم الراحمين، واجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ونقي أفعالنا وأقوالنا من الرياء والتقصير، واجعلنا صادقين مع المقبولين عندك يا أرحم الراحمين. وياريت تقول آمين وتكتبها في الكومنت، واشترك في القناة وفعل الجرس، وابعتها لحد وشيرها للناس عشان يستفيدوا، ولك الأجر وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.